أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم. هذه حلقة من حلقات سيرة والدي الشاعر محمد بن شريف الجبرتي، الله يغفر له ويرحمه. في هذه الحلقة سوف أذكر لكم 3 طواريق جرت بين والدي الله يغفر له ويرحمه وبين 3 شعراء. الشاعر الأول هو معيض العجي أو معيض الجابري الحربي. الشاعر الثاني هو بكر بازعزوع أو بكر الحضرمي. والشاعر الثالث هو خلف الله النمري. نبدأ موضوعنا مع الشاعر معيض الجابري. هذا الشاعر شاعر علم من أبرز شعراء قبيلة حرب. لعب مع كثير من الشعراء وقارع كثير من الشعراء. لعب مع المسعودي، لعب مع الثبيتي، لعب مع أكثر الشعراء. ويتميز هذا الشاعر بقوة معانيه وبعده عن نواقص الأمور. لا ينزل أبدا إلى المعاني النازلة أبدا إطلاقا. حتى إذا خصمه، حتى لو خصمه أجبره، فإنه يتنحى جانبا في الملعبة ويترك الملعبة. هذا من خلق هذا الرجل. هذا الرجل نبيل، فيه كرم متناهي وفيه طيبة وفيه أخلاق رائعة. من الأشياء اللطائف اللي في سيرة هذا الرجل أنه أحيانا يدعو الناس للزواج، وإذا جاء للزواج جاء بمده وبواجبه معه، بالرغم أنه هو المفترض هو اللي يأخذ المكافأة، إلا أن يجيب واجبه معه. وهذا من كرمه ومن حسن أخلاقه ومن نبله. رجل نبيل. التقى بوالدي ملاعب كثيرة جدا، أكثرها في جدة. الطروق اللي بذكر لكم الآن من واقع مجريات الكلام، أعتقد أنها هذه هي أول محاورة بينهم من مدلول الكلام اللي بينهم. الجبرتي يسمع بمعيض ومعيض يسمع بالجبرتي، والله أراد سبحانه وتعالى أن يلتقوا في هذه الملعبة. طبعا الملعبة الأولى بين أي شاعرين تكون هي ملعبة جس نبض، وكل واحد بيعرف يوزن الآخر، يشوف وين رايح، يشوف توجهه كيف. هذا المعنى العام للمحاورة. الجبرتي يحاول يعرف اتجاه معيض العجي، وكذلك معيض العجي. فهي جس نبض اللقاء الأول، ويعتبر أيضا من كيف الواحد يثبت وجوده أمام الآخر، لا أكثر ولا أقل. يعني رد البيت بالبيت. يقول الجبرتي في أول الطروق، يقول: أنا يا معيض أسمع بذكرك وطاريك. أنا يا معيض أسمع بذكرك وطاريك، لكننا حضرنا عند ولد الحلالي. هلا مرحبا يا معيض، والله يحييك. علوم اليمن لاقت علوم الشمالي، لأن معيض من المدينة يعني يسمونهم أهل الشمال، واللي جهة مكة يسمونهم أهل اليمن. أنا يا معيض أسمع بذكرك وطاريك، لكننا حضرنا عند ولد الحلالي. هلا مرحبا يا معيض، والله يحييك. علوم اليمن لاقت علوم الشمالي. قال معيض: أنا مثلك أسمع بك ودير الفكر فيك، وربي جمعنا في الليالي التوالي. أنا ضيف وأنت ضيف، والله يبقيك، وزاد العلوم علوم يا هملالي. قال الجبرتي: أنا أطلب من الله ما يضيع الرجاء فيك، لكن القمر فول طلوع هلالي، وأنا ما أفتكر يا صاحبي وين أوديك. تحب السهل ولا تحب الجبالي؟ يا سلام. أنا أطلب من الله ما يضيع الرجاء فيك، لكن القمر فول طلوعه هلالي، وأنا مفتكر يا صاحبي وين أوديك. أنا مفتكر يا صاحبي وين أوديك. تحب السهل ولا تحب الجبالي؟ قال معيض: طلبنا من الله
وارجو الله يهديك، وشمس الضحى تكشف سمين الظلال على ما تورى يا الجبرتي بماشيك، وعسى راس مالك يردع راس مالي. يا سلام. طلبنا من الله وارجو الله يهديك، وشمس الضحى تكشف سمين الظلال على ما تورى يا الجبرتي بماشيك، وعسى راس مالك يردع راس مالي. قال الجبرتي: يا ليتك تخليني بناخي وبدعيك، خبرتك كريم ولا تحب النوالي، وإذا كنت ضايق ففرش البيت والفيك، وهذه سلو تقاد بين الرجال. قال العجيب: أنا ما أكره قبالك، ولاني بتاليك، والأعضاك والدنيا زوال التوالي. أنا ما أكره قبالك، ولاني بتاليك، والأعضاك والدنيا زواد النوالي، وأنا كيف بزعل وأنت ما فيك تشكيك، سلوم العرب بالفعل ما من مجالي. قال الجبرتي: أنا داري إنك ما تبين شكاويك، أنا داري إنك ما تبين شكاويك، تشيل الكنينة مثل شيل الجمالي، وإذا كان تبغى شيء قل لي وداويك، ريالين ما أخذ منك 10 ريالي. وأنا داري إنك ما تبين شكاويك، تشيل الثقيلة، تشيل الكنينة مثل شيل الجمالي، وإذا كان تبغى شيء قل لي وداويك، ريالين ما أخذ منك 10 ريالي. قال معيض الله يرحمه: أبصبر كما صبرك، ومعروف ما فيك، أبصبر كما صبرك ومعروف ما فيك، وأنا وانت كل في مكانه، وغالي تداوي، وأنا لن كنت ضميانة بسقيك، شراب مجرب مثل شرب الزلالي. هذه هي المحاورة اللي جرت بينهم، الله يغفر لهم ويرحمهم. وجرت محاورات أخرى طبعا كما سمعتم في المحاورة، هي محاورة إثبات وجود. كل واحد منهم يبغى يتعرف على الثاني عن قرب، وكل واحد منهم يحاول ياخذ مساحة وساحة أكبر في ميدان الملعبة. الله يغفر لهم ويرحمهم، كلهم شعراء. طرقنا التالي يا أحبابي هو بين الجبرتي وبين الشاعر أبو بكر محمد بازازوع، والشاعر بكر الأول بكر الحضرمي. الشاعر بكر طبعا خواله من سليم، الرجل تعلق بالشعر، وهو شاب أصبح يبحث عن الملاعب وعن شعر المحاورة، فيتنقل من مكان إلى مكان ويبحث عن شعراء سليم بالذات. طبيعي كان الجبرتي في بداية من يبحث عنه، فأتعب نفسه في الروحات والجيات يسأل عن الجبرتي حتى الله أراد وتقابله. جاء الجبرتي وقابله في مكة، وجاءت بينهم محاورة جميلة ولطيفة، اسمعوها. قبل ما تسمعونها أبعرض لكم يعني شرح مبسط. طبعا الجبرتي يقول البكر: أنا جيت وانت تسأل عني وحنا حضرنا، ويدعوه انه يجيه في ديارهم في ديار سليم، ويحذر بكر ويقول: انتبه يا بكر، ترى ديارنا لا تحسبنها مثل مكة فيها سيارات، تراها صعبة، وانتبه أيضا ترى ما عندنا زي الأكل اللي تحصلون فيه داخل البلد، عندنا أكل حياتنا قاسية، احنا ما عندنا غير لبن وقرصان ولحم، فما أدري هذه يناسبك الحال ولا ما يناسبك. ورد بكر الحضرمي كان رد جميل، الله يغفر لهم ويرحمهم. اسمعوا المحاورة بالتفصيل. قال الجبرتي: سلام الله بردية يا بكر بن أخي السلمان، وبثني بالسلام أثني على حضرة بن أخينا، ذكرت أنك تدورني وتنشد عني العربان، بعد دورتنا جيناك وانت ما انت شانينا. قال بكر: هلا يا مرحبا باللي لفى في ساعة الرحمن، ترحيب الوفا باللي نهار اليوم لا فينا، وانا لا جيت ادوركم لزوم ندور الخيلان، وهذا طبعنا ننشد عن الحصة وعانينا.
قال الجبرتي: لزوم انك تجينا في ديارنا والديار امان، لزوم انك تجينا في ديارنا والديار امان، تجينا يا عميل الخير في سرة مشاحينا، ديار سليم فيها المعسرية كلها ضلعان، ولا يصلح لها الا جيش ولا ناس ماشينا. قال بكر الحضرمي: أنا في واجبي ما أقول متواني ولا تعبان، إذا جالك لزوم وشفتوا إن الحق واطينا دياركم، ما عضتنا من قديم الوقت لا ذلوان، نجيكم فالسهل ولا على رؤوس الضلاعينا. رد جميل. قال الجبرتي: الآن بكر طبعا مشي معاه في الديرة ومشي، قال نجيكم مهما يكون الحال، فجاله من جهة الأكل. قال: أظنك يا ابن أخي ما توافقنا على ما كان، وحنا يا بكر ما ناكل إلا من مواشينا، ترى ما عندنا غير اللبن والتمر والقرصان، وحنا نعطيه الخطار والخلاق يعطينا. أظنك يا ابن أخي ما توافقنا على ما كان، وحنا يا بكر ما ناكل إلا من مواشينا، ترى ما عندنا غير اللبن والتمر والقرصان، وحنا نعطيه الخطار والخلاق يعطينا. قال بكر: عمي بكر الله يغفر ويرحمه: أنا حضري مع الحضران، بدوين مع البدوان، على وضح النقا، واللي يجزيكم يجزينا، وأنا ماني من اللي يا خوالي يشمت العربان، ولا أبغى حال يعطيكم ولا أبغى حال يعطينا. هذه أحد المحاورات التي جرت بين عمي بكر بازعزوع الله يغفر ويرحمه وبين والدي. طبعا بعد هذه المحاورة قرب بعضهم أكثر وتعرفوا على بعض، وصار بكر الحضرمي دائما ما يزور الجبرتي ويرافقه في كل الملاعب، حتى استفاد منه وكسب عنده خبرة وكسب له جماهيرية بسبب الجبرتي. شاعرنا الثالث أو الطروق الثالث هو مع شاعر فذ وشاعر عملاق، من أكبر الشعراء وأعمقهم، شاعر قوي، وإن كان الإعلام مقصر في إبراز هذه الشخصية، إلا أنه مكانته تبقى عالية ومعروف عند المهتمين بشعر المحاورة. إنه الشاعر خلف الله النمري، خلف الله بن جبير النمري. هذا الشاعر شاعر قوي، قارع أكبر الشعراء وأكثر الشعراء وأقواهم، لعب مع مطلق الثبيتي الله يرحمهم كلهم ملاعب كثيرة وجميلة، إبداع. ميزة هذا الشاعر أنه يتبع الجرة خطوة بخطوة، لا يزوغ عن جرة صاحبه وعن خصمه أبدا. شاعر من شعراء المعاني، يهتم بمتابعة الخصم. طبعا توفي هو قبل كم سنة عليه رحمة الله، وأكثر شهرته وأكثر مكان يتردد عليه كان يعني أكثر ملاعبه كانت في الطائف، بحكم وجوده في الطائف، هو من سكان الطائف. الجبرتي من سكان الجموم، وخلف من سكان الطائف. أعتقد هذا القاف وهذا الطروق، أعتقد أنه من أوائل المحاورات اللي تمت بينهم، وهذا من مدلول سياق الكلام اللي صار بينهم. قال الجبرتي: تفضل يا خلف واخذ العلوم وعطني الأعلام، أنا كبدي عليلة ما لقيت اللي يدويها، تقول إنك من المشرق وأنا طرقي من أهل الشام، نعمل السعودية نبيع ونشتري فيها. قال خلف: سلام الله عليكم، والليالي تتبع الأيام، وربي يشفي المرضان والعلة يداويها، ورال عملها الزينة يصرفها كم الحكام، علىها يحترس حتى الخسارة لا تجي فيها. قال الجبرتي: تقول إنك من المحرم، يعني قصد من وادي المحرم، تقول إنك من المحرم وأنا جيتك بدون إحرام، وأنا بيني وبينك جيرة الله ما انت ناسيها. تقول إنك من المحرم وأنا جيتك بدون إحرام، وأنا بيني وبينك جيرة الله ما انت ناسيها. أنا البارح
حلمت بحلم وأنت مفسر الأحلام. حلمت بطير، لازم طير فولها وتاليها. يا سلام. قال خلف الله: أنا ما قيس الطرق يبي يمشي بدون حزام. أنا ما قيس الطرق يبي يمشي بدون حزام. لزوم إنه يعبي زهبة الدروب ماشيها، تلاقنا الحلوم بخير. أنا مثلك حلمت العام، ولا كل الرجال طيور يا رجال تشويها. قال الجبرتي: حليلك يا مدير المدرسة يا ابو 3 أقلام، تدرس لك حروف في العرب ما حد درس فيها. تراني ودي الليلة أقريكم 3 أختام. تعرفون السنة ولا نسميها بساميها؟ قال خلف الله: مدير المدرسة، لا جيت في جالة 3 أيام يعلمك الرشاد اللي تسرحها تضويها. غديت ويا بدو ما بين ضرب الحام والزحام، هل التحريف والتصريف تعقلها وتثنيها. غديت يا بدو ما بين ضرب الحام واللحام، هل التحريف والتصريف تعقلها وتثنيها. قال الجبرتي: أنا مثل البعير القيدة يمشي على قدام. أنا مثل البعير القيدة يمشي على قدام، وهذه دار يصبحها وهذه دار يمسيها. ترانا نستحي ونقدر الأصحاب والأرحام، نشيل أرحامنا من حيث أوديها نوديها. قال خلف الله النمري: توقع يا جمل قدام في راسك نحط أخطاء. يا سلام. توقع يا جمل قدام في راسك نحط أخطاء، تجنب عن جبال الموت فيها لا تلاقيها، وإن راعيت لأرحامك فهذا واجب الإسلام، وعينك لا تكثر كحلها بعدين يعميها. هذه محاورة من المحاورات اللي تمت بينهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم جميعا وأن يتجاوز عنهم، وأنتم لا تنسوا من الدعاء. أرجو أني أفدتكم في هذه الحلقة وقدمت لكم المفيد. نراكم على خير ومع السلامة.